آثار الجروح في جسمنا مكانها الحقيقي هنا، مش في المكان اللي موجودة فيه. وأوقات بتكون في أماكن صعبة زي أماكن الزهرة في الوش وفي الإيدين، وبتكون أصعب لما بتأثر على وظيفة. عشان كده علاج الندبات بيكون رحلة، سواء الندبة بسيطة أو كبيرة. هي بساطتها أو صعوبتها بيكون وجودها الحقيقي هنا في عقلنا وذاكرتنا ناحية الندبة ديت هي عبارة عن إيه. في أي مكان عايزين نعالج فيه آثار الجرح اللي موجود أو الندبة، لازم نكون عارفين إن مفيش حل سحري زي أستيكة الجراح ممكن يستخدمه عشان يشيل بيه الندبة. استخدام أدوات زي الليزر، الدرمابين، الدرمابريجن، الصنفرة الضوئية، الصنفرة ميكانيكية، أو استخدام بعض المستحضرات من محفزات أو خلايا جذعية، إكسوزومز، حقن دهون. كل ده جميل، ولكن مفيش حاجة في كل الحاجات اللي موجودة واللي ذكرناها والتي لم نذكرها حل سحري. بنستخدم كل الأدوات ديت في تناغم بشكل مكثف عشان خاطر إن احنا نوصل لأفضل نتيجة في أقرب وقت. وخلينا متفقين